مهما كنتي بتعمليه حلو هتعمليه احلى واحلى واحلى، مراحل اكتمال القمر بتاعي. لا وكمان المفاجأة هيطلع معاكي قطع وحاجة خطيرة من الاخر. يلا بينا على الطريقة. اول حاجة معانا هنجيب قطع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وهندهن بيها الصينية كويس قوي بالشكل ده. ليه بقى بدرجة حرارة الغرفة؟ عشان تعمل لك طبقة حلوة كده، لما تقرمش تبقى حلوة وفي نفس الوقت تبقى الطعم بتاعها مميز. نيجي بقى بالرز بتاعنا يكون مغسول ومتصفي كويس قوي، ويكون حرارة الصينية عالية معانا بالشكل ده. وانا استخدمت على 4 كوبايات رز معلقة كبيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من السكر، ولازم السكر يبقى ناعم علشان يدوب مع الملح، وما تقلقيش منه خالص. ده بالعكس بيعمل معاكي توازن حلو قوي وطعمه ما بيبانش خالص. بعد كده هقلب حبة حلوين قوي 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 مع بعض كده. والمعمر من الحاجات اللي لازم خطواته تبقى الصح، يعني لازم نقلب كويس قوي الاول، علشان لو انت حطيتي اللبن الاول الملح هيطلع على الوش ومش هيدوب معاكي بسهوله. بعد كده هنحط 3 معالق كبار مكلبز من السمنه البلدي، وبرده بدرجه حراره الغرفه. ميزه ان هي بتبقى دايبه معاكي شويه هو ان هي بتغلف لك الرزايه حلوه قوي، وبتبقى مديالك طبقه جميله جدا بتخلي الرز لما تنقعيه يتشرب. بعد كده هتضيفي بقى 3 معالق برضو كبار مقلبزين من القشطه، ودي الميزه اللي بتخلي المعمر بتاعك مميز عن اي حد. لان المعمر ذات نفسه لما بيبقى بقى متغلف بالقشطه والسمنه بيبقى مختلف، ما بيبقاش مركز بس على الوش، لا بالعكس الرزية ذات نفسها بتبقى طعمة حلو حلو. في الاخر بقى هتحطي بعد ما تقلبي كله كويس قوي، تقومي بقى حاطه عليهم شويه من الزيت صغيرين، بيدي بقى لمعة للرزاية وبيفلفلها معاكي. نيجي بقى لمقدار اللبن. انا استخدمت 4 كوبايات من الرز، هنستخدم قصادهم 5 كوبايات من اللبن. واللبن لازم يكون سخن، بس مش هنحط على طول ال5 كوبايات، لا احنا هنحط الاربعة الاول، وبعد كده هنغطي على اللبن مع الرز ونقعه ساعة كاملة. ميزة بقى ان اللبن بيبقى سخن فبيدي وتغطي عليه البخار مع السخونية، بيدي لك للرزاية ذات نفسها سوى بسيط كده، ما بيتأخرش معاكي في الفرن. وكمان الرزاية بتشرب الميكس اللي انت عملتيه. بس بقى ما حطيناش ال5 ليه؟ لان انت لما هتسيبيه يتنقع مع نفسه كده الساعة دي، ممكن ترجعي تلاقي الرز شرب كمية كبيرة من اللبن، فهتضطري تزودي لبن. ففي الحالة دي انت المقدار زاد عن حده فهيطلع معاكي معجن. احنا عايزين لما نزود من نفس المقدار بتاع اللبن عشان يطلع معانا مفلفل وجميل. فهنقوم مزودين ال5 قبل ما ندخله للفرن. نيجي بقى للميكس الخطير اللي بيعمل وش جنان وكمان في نفس الوقت بيبقى طري مش ناشف. هو انك بتستخدمي 3 معالق تانيين من القشطة، او على حسب الرغبة، لو انت عايزة تقللي عن كده مفيش مشكلة. معاها علبة زبادي كبيرة، برضو على حسب الرغبة. النسبة بتاعت القشطة والزبادي على الوش على حسب الرغبة، بس لازم القشطة تبقى مع الزبادي لان هما الاتنين بيعملوا وش حلو وفي نفس الوقت طري. وفي نفس الوقت انا بحب اخفقهم كده مع بعض بحيث ان هما يعملوا ميكس حلو وفي نفس الوقت يتوزعوا حلو قوي على الوش. تسوية المعمر بقى احلى تسوية، لانك تكوني مسخنة الفرن حلو قوي من فوق ومن تحت بحيث ان الفرن كله يبقى سخن والسخنية متوزعة صح في الفرن. بعد كده تقومي مدخلة بقى المعمر، تلحقي بقى الوش الخطير بتاعه ده في انك تولعي عليه من تحت ومن فوق، يعمل لك وش حلو. وبعد كده تقومي مطفيه من فوق ومشغله عليه من تحت. وبعد كده تقومي بالراحه تحطي فيه سكينه من النص او خله زي ما تحبي، المهم تطلع وتبقى نظيفه كده، يبقى هو استوى. عايزه تعملي ارضيه حلوه بقى بالزبده اللي احنا حاطيناها بيبقى طعمها مقرمش وجميله قوي. لما يتحمر من الجناب يبقى هو كده خلاص عمل ارضيه حلوه قوي. المعمر من الحاجات اللي ما تفتحش عليه الفرن كتير. ويلا نشوف بقى. ايوه بالظبط كده، انا وريتها لكم بعد ما اتاكل نصه علشان انا كل مره بنسى. الحمد لله افتكرت ان انا اوريه لكم وانا بطلع من الصينيه، وشفتي الارضيه بتاعتي انا ما كنتش عايزه له ارضيه، فمع الارضيه بتاعتي نظيفه ازاي وفي نفس الوقت بيطلع معايا قطع بالشكل ده.
انا والله يعني مش عارفه انا موريه لكم هو، بس فعلا بيبقى طعمه حلو او الريحه حلوه قوي فما بقاومش يعني، فبنسى ان انا اصوره بعد ما بطلعه. بعد كده ده هطلعه بقى بالشكل ده، وتعالي بقى نشوفه عن قرب بقى ونشوف الفلفله بتاعته وحلاوته. شفتي الطعام؟ الرزاية ذات نفسها لو ما فيهاش وش بيبقى طعمها حلو، يعني فيكي وش ما فيكيش وش انتي حلوة في كل الأحوال، طعمها حلو قوي. والوش اصلا ذات نفسه هتلاقيه طري 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 طري. بجد جربيها بالطريقة دي والمعمر هيظبط معاكي وهيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. شفتي الفلفلة؟ شفتي فلفلة الرزاية؟ لو ماسكة في نفسها بس محتفظة بشكلها.